صبيحة 10 من حزيران عام 2000 تجسد معنى حكم الطائفة العلوية لسوريا بإعلان موت حافظ الأسد. يومها استفاق السوريون على انتشار أفرع مخابرات آل الأسد بأسمائهم وأنواعهم المختلفة واستنفار لكافة قطاعات جيشه التي توزعت في دمشق وبين المدن والبلدات، في حين كان ما يسمى بمجلس الشعب قد أنهى خلال دقائق عملية تعديل الدستور لتوريث الحكم في بلد يفترض به جمهوري ليتناسب مع عمر ومقاس بشار الأسد. 19 عاما مرت على موت دكتاتور، و19 سنة أخرى على توريث ابنه، وقبل هذا يجثم حافظ على كرسي الحكم 30 عاما. وفي ال30 تلك أنشأ تحالفا من العائلة العلوية التي تولت قيادة قطاعات الجيش بعد إقصاء تدريجي لأبناء الأكثرية السورية واقتصارهم على شكل ظاهري رمزي. هنا بدأ آل الأسد بتغيير شكل سوريا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا بل وحتى ديموغرافيا عبر خطة اعتمدت إنشاء تجمعات سكانية طائفية جلبت من جبال الساحل واستوطنت بمدينة دمشق وضواحيها، إلى جانب تجمعات مماثلة عرفت بالمساكن العسكرية نشرت في باقي المدن والبلدات، وتحولت لواقع أدرك السوريون حجم خطورتها بعد اندلاع الثورة السورية وقتلها لآلاف المدنيين بداية 2011. لكن وبالعودة لحافظ، إذ لم يمض الكثير على انقلابه العسكري واستيلائه على سوريا بداية العام 1971 لتبدأ عملية سرقة اقتصادها وبنوكها، فتفقد الليرة التي كان الدولار يعادل 4 منها في ذات العام كامل قيمتها، ويصل الدولار عند موته لنحو 50 ليرة. هنا وضع الشعب السوري في عملية تجويع وتركيع زاد من ثقلها الاعتقالات والإعدامات التي رسمت حدود الحكم الطائفي القمعي، قبل أن تبدأ مرحلة المجازر والحملات العسكرية التي أودت بحياة عشرات آلاف المدنيين، بداية من آذار عام 1980 بارتكاب حافظ الأسد برفقة أخيه رفعت سلسلة مجازر في جسر الشغور غرب إدلب وأحياء مدينة حلب، إلى مجازر حماة عام 1982 التي راح ضحيتها وفق عدة مصادر أكثر من 40,000 مدني بالقصف والإعدامات الميدانية. أما اليوم فيتكرس الحكم الطائفي الذي أسسه حافظ وحذر منه كثيرون، ويتحول إلى تطهير طائفي يستهدف الأكثرية السنية التي قتل منها بشار منذ 8 سنوات 1.5 مليون مدني، وهجر أكثر من 10 ملايين آخرين، فضلا عن جلبه احتلالين عسكريين روسي وإيراني.